بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وقف بنا الحديث بالأمس عند بداية الكلام على صفات الحروف، وبينا بأن المقصود بصفات الحروف لما نتكلم هي الصفات التي تؤثر في نطق الحرف. وقلت لكم إن الخليل ابن أحمد الفراهيدي وسيبويه ومن بعدهما نظروا إلى الحروف من زوايا عديدة. هذه الحروف العربية مرة نظروا إليها من هذه الزاوية، مرة من هذه الزاوية، مرة من هذه الزاوية، نظرات مختلفة لشيء واحد. ما هو الشيء الواحد؟ الحروف العربية. النظرة الأولى التي سنتكلم عنها اليوم إن شاء الله تعالى هي يعني لو وضعنا يدنا هنا على هاتان الإصبعان الإبهام والتي تليها، لو وضعناها على الحنجرة وننطق الحروف العربية واحدا واحدا وننظر هل تحت يدنا اهتزاز أم لا. انتبهتم؟ فمثلا لو قلنا أب أب أب، في اهتزاز؟ في أب. طيب أت 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 أس أس أز أز، في اهتزاز؟ طيب أس ما في. انتبهتوا؟ الضاء يعني في اهتزاز؟ ما في. هكذا نظروا إلى الحروف حرفا حرفا فقسموها إلى مجموعتين: مجموعة فيها ارتجاف واهتزاز للوترين الصوتيين، ومجموعة لا، التي ليس فيها اهتزاز 10 حروف جمعوها بقولهم سكت فحثه شخص. حثه يعني حرضه على الكلام. ما سكت فحثه شخص، لكنها في الشعر لا تأتي سكت فحثه شخص، فقلبوها وقالوا فحثه شخص سكت. انتبهتم؟ أما أصلها سكت فحثه شخص. هذه هي التي ترونها أمامكم، الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس. أيضا هذه 29 ممكن ننظر إليها هكذا، نضع يدنا هكذا أمام الفم وننظر هل يتدفق هواء كثير أم لا. إن لم يتدفق أو تدفق تدفق ضئيل، هذه شو بسموها؟ مجهورة. مجهورة. وإن تدفق هواء كثير شو بيقولوا عنها؟ مهموسة. انتبهتوا لي؟ ضع يدك هكذا. أس هل يخرج من فمك هواء يصطدم من لسانك، من فمك يخرج هواء ويصطدم بيدك؟ أس. طيب في؟ ما في. طيب أش في. فهذه 10 سكت فحثه شخص يتدفق معها هواء كثير. الكاف والتاء يتدفق الهواء في آخرهما ليس في أولهما. أقول أك أت، ففي آخر الكاف وفي آخر التاء يتدفق هواء. انتبهتم؟ الباقي 19 إما لا يتدفق معها هواء بالمرة مثل الهمزة مثلا يأتون أو شيء ضئيل مثل فقسموا الحروف إلى هاتين المجموعتين. نلاحظ على اللوحة التالية، اترك الهمس
الهمس في اللغة بيقول لك همس فلان، همس في أذني. شو يعني همس في أذني؟ يعني تكلم في خفاء. الهمس في هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين. شوفوا الوترين، هذا وتر وهذا وتر، وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. شايفين؟ أش، أص، أو، أف، الفاء، أف، أح، كلها هذه الوتران يكونان هكذا، مثل في، مثل حرف في هكذا. انتبهتم؟ أو رقم 7 بالعربي. هذه صورة حقيقية ليست مرسومة رسما، ليست بالرسم، هي صورة فوتوغراف. هذه صورة حقيقية للأوتار الصوتية حالة الهمس. رأيتم كيف أنهما بعيدان عن بعضهما؟ واضحة الصورة؟ نعم. إذن 10 التي ذكرناها، مثلا هنا الشين، انظروا، من أين بدأت الأسهم البيضاء؟ من أين بدأت؟ من هنا، لم تبدأ من هنا. المجهورة تبدأ من هنا، من الوترين، لكن المهموسة تبدأ من مكان الحرف. انتبهتوا؟ ليس من هنا. الصاد، السين ليس من هنا. بينما الوتران يرتجفان هكذا ويمر الصوت. انتبهتم؟ صعبة. الجهر عكسه، هو الوضوح في السمع نتيجة تضام الوترين. التضام هكذا أيها الإخوة، انضم، ما بيغلق انضم فلان إلى فلان، يعني هكذا، ليس ملتصقان لكن قريبان جدا، قريبان جدا. إذا تلاصقا يخرج همزة بس. انتبهتوا كيف؟ أما متضامان يعني قريبان جدا، كما ذكرت منذ قليل. أو، انتبهتم؟ نعم. صورة حقيقية للأوتار الصوتية حالة الجهر. أيضا هذه صورة حقيقية. هل رأيتم الفرق بين الصورتين؟ هذا مثالها اللام. ضع يدك هنا. تجد الوترين ايش؟ يهتزان. الجهر أيها الإخوة علامة قوة الحرف. حتى في اللغة نقول جهر فلان. ايش يعني جهر؟ أعلن. وهمس فلان تكلم في خفاء. انتبهتوا كيف؟ فالمعنى الاصطلاحي مأخوذ من المعنى اللغوي. وضح أيها الإخوة؟ نعم. هذه دائما نحن نحب المقارنة، وضع الوترين الصوتيين حالتي الهمس والجهر. مثلا الأوتار الصوتية في السين، شايف كيف أنهما بعيدين عن بعضهما؟ وهذه في الزاي مع أنهما من المخرج نفسه. ما معنى المخرج نفسه؟ يعني توضع اللسان، رأس اللسان على الصفحة الداخلية للأسنان السفلى. هذا الأمام، لكن من وراء مختلف، من الوراء مختلف. السين الوتران هكذا، الزاي الوتران قريبان جدا. انتبهتوا كيف؟ نعم. فنرى أن الوترين في السين هكذا وفي الزاي هكذا. واضح أيها الإخوة؟ هذه هي الصفتان المتقابلتان الأوليان. صفة ماذا وماذا؟ الهمس والجهر. ننتقل إلى المبحث الثاني. في الصفتين الماضيتين تكلمنا عن النفس. النفس، ما تعريف النفس؟ هو الهواء من زفير أو شهيق الذي يدخل ويخرج بدفع الطبع. بدفع الطبع يعني بطبيعة الإنسان يتنفس. شهيق، إذا سحب الإنسان هواء إلى الداخل، ما اسمه في العربية؟ شهيق.
وإذا أخرجه يقال زفير، شهيق، زفير. انتبهنا؟ هذا تكلمنا عليه في الهمس والجهر. الآن نتكلم على شيء آخر، المجرى الذي يمر منه الصوت، الطريق الذي يمر منه الصوت، هل هو مقفول أم مفتوح عريض أم ضيق؟ قسم علماؤنا بعد أن اختبروا الحروف حرفا حرفا، قسموا الحروف العربية إلى 3 مجموعات. مجموعة لا يجري معها الصوت، والآن كلامي على الصوت ليس على النفس، لا يجري معها الصوت البتة، سموها الأحرف الشديدة. ومجموعة يجري معها الصوت جريانا بينا واضحا، سموها الأحرف الرخوة. ومجموعة ثالثة يجري معها الصوت ولكن من طريق ضيق، من مجرى ضيق، لا استطاعوا أن يعتبروها شديدة ولا استطاعوا أن يعتبروها رخوة، فقالوا بين الرخوة والشديدة. ننظر إلى اللوحة. الشدة، الرخاوة، البينية. ما معنى البينية؟ بين الرخو والشديد. الحروف العربية من حيث مرور الصوت في المخرج 3 مجموعات. شديدة هي 8 أحرف جمعها علماؤنا بقولهم أجد قطن بكت، أجد قطن بكت. ومجموعة لا هي رخوة ولا هي شديدة، جمعوها بقولهم لن عمر. لن فعل أمر من لان يلين، لان يلين، وأنت يا فلان لن. لن يعني كن لينا. ما معنى لن؟ كن لينا. وعمر منادى بأداة نداء محذوفة، يعني كن لينا يا عمر، لأنه سيدنا عمر شديد. فإذا لان شو بيصير؟ بين الرخو والشديد، لما حيصير رخو رضي الله عنه. والرخوة باقي الحروف ما في داعي يجمعوها بشيء. بقية إذا لم نجد الحرف في أجد قطن بكى ولم نجده في لن عمر، ماذا سيكون؟ رخو. الشدة هي انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشديد. ليه؟ نتيجة غلق المخرج. المخرج مقفول تماما. والصورة التي على اللوحة لحرف الجيم، انظروا، الصوت ينشأ من هنا من الوترين وينتهي هنا. ألم يقل إمامنا الجزري والوسط فجيم الشين يا فجيم، فالجيم من وسط أج أج أج. انتبهتم؟ أج جا جو جي. فالجيم حرف شديد. انتبهتم؟ في بعض البلاد ومنها بلدنا الشام ننطق نحن الجيم في العامية رخوة، نقول أج. هذا ليس فصيح. انتبهتم؟ الفصيح أج. هل لاحظتم كيف أن الأسهم انتهت هنا؟ بدأت هنا وانتهت هنا. هذا حرف من الحروف الثمانية. كم هم؟ 8. أجد قطن بكت 7. ما أجد قطن بكت 8. هذه 8 هي حروف شديدة. تعالوا ننظر إليها حرفا حرفا. الهمزة مثلا يؤمنون، قولوا طب اضغطوا عند الهمزة، اضغطوا مهما ضغطت لن يخرج شيء لأن الوترين طيب. أجيد والجيم نطقنا الجيم الآن وقلنا قولوا مثلا الحج أشهر معلومات. الحج مقفول تماما. الدال نفس الموضوع. اضغطوا. لو تضغط من الآن إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور لن يخرج صوت لأن المخرج مغلق تماما. قطن القاف الطاء الباء
أب. اضغط. طيب الكاف لا تهمسها. أك. التاء لا تهمسها. أت. هل لاحظتم كمال الانغلاق؟ أيوة، هذه فائدة استفيدوها أيها الإخوة. أجد قط بكت 8 نستطيع أن ننظر إليها من حيث طبعا هي صوتها محبوس، صوتها محبوس، لكن هل معها نفس؟ قطب جد والهمزة لا نفس معها، فهي إيه؟ مجهورة. بينما الكاف والتاء في آخرها نفس. انتبهتوا؟ هذا الكلام سيلزمنا بعد قليل أو غدا بحسب. انتبهتوا كيف سيلزمنا؟ احفظوا هذه اللوحة. الحروف أجد قط بكت تنقسم إلى مجموعتين: قطب جد والهمزة من جهة، والكاف والتاء من جهة أخرى. طيب الكاف والتاء قلنا شديدتين. ما معنى شديدتين؟ يعني لا يجري معهما الصوت. قلنا مهموستين. ما معنى مهموستين؟ يجري معهما النفس. ظاهر الكلام في تناقض. التناقض شو بالتناقض باللغة تبعكم؟ ايوه ارفع صوتك. هذا هو. ظاهر الكلام فيه تناقض. كيف ينحبس الصوت ويجري النفس؟ والجواب أن هذا الأمر ليس في زمن واحد. الكاف والتاء شديدتان في أولهما، مهموستان في آخرهما. يعني في أول الكاف ينغلق المخرج أك. اسمعوا فقط، اسمعوا الآن. أك. ثم يجري النفس أك. فأين جرى النفس؟ بعد الشدة. التاء كذلك أت. هذه الشدة. هذا الهمس أت. إذن نكتب قاعدة: الكاف والتاء شديدتان في أولهما، مهموستان في آخرهما. انطلاق الصوت بعد انحباسه في الحرف الشديد المجهور. ضغط الصوت المحبوس خلف المخرج وانطلاقه يحددان معالم الصوت. انظروا أيها الإخوة، هذه صورة لمخرج الجيم قبل انطلاق صوتها، وهذه صورة لها بعد انطلاق صوتها، يعني بعد قلقلتها. انتبهتم؟ لما بتقول مثلا الحج إلى هنا الحج، هذه الصورة الأولى. هذه الصورة الثانية. انتبهتم؟ فالجيم الساكنة المدغمة مثل الحج مقفولة تمام الانقفال. لما بتقول وجاء ربك جاء، هذا انطلاق الصوت بعد انحباسه. انتبهتوا كيف؟ الجيم في علم الأصوات الحديث، هناك علم اسمه علم الأصوات الحديث يدرس في الجامعات، لا علاقة له بتلاوة القرآن، اسمه علم الأصوات. يقولون عن الجيم حرف انفجاري، حرف انفجاري، كأن شيئا انفجر. انتبهتم كيف؟ وإذا البحار فجرت. الآن بالنسبة للكاف والتاء، هذا مثال الصورتين هذول للكاف. الكاف قبل همسها أك، بينما بعد همسها ينطلق الصوت، النفس قصدي، مو الصوت، النفس. انتبهتم؟ إذن هون إيه؟ الكاف عند انحباس الصوت، الكاف بعد انطلاق النفس. الكلام دقيق، انتبهوا، الصوت شيء والنفس شيء. انتبهتوا؟ الصوت شيء والنفس شيء. لما بتقول أك، من الذي انحبس؟ الصوت. لما تقول ك، من الذي جرى؟ النفس. واضح؟
هذه هي الحروف الشديدة. نأتي الآن إلى الحروف الرخوة. تعريف الرخاوة ما هو؟ هو الجريان التام لصوت الحرف الرخو عند مروره في المخرج. مثال الصورة، مثال على حرف الشين. يعني انظروا، الصوت ينشأ من هنا ثم يخرج. هل هناك الطريق أمامه مقفول؟ لا، مفتوح. طب هل المجرى ضيق؟ لا. فهو حرف ايه؟ رخو. أس كل هذه الحروف رخوة. أو كلها حروف ايه؟ رخوة. البينية هذه التي تكلمنا عنها، قلنا بأن هناك 5 أحرف لم يستطع علماؤنا أن يجعلوها مع الحروف الشديدة، لأن هناك مجرى ضيق يمر منه الصوت، ولم يستطيعوا أن يجعلوها مع الحروف الرخوة لأن المجرى ليس واسع، ضيق، فعبروا عنها بإيه؟ بين الرخو والشديد. هي الجريان، إذن هو جريان لكنه جزئي. هي الجريان الجزئي للصوت في مخرج الحرف البيني بسبب شو؟ بسبب عدم كمال غلقه. بسبب عدم كمال غلقه. لو كمل غلقه لكان ايه؟ مين قال شديدا؟ الله يفتح عليك. لو انقفل تمام شو بيكون؟ شديد. لو انفتح تمام شو بيكون؟ رخو. لا هو انقفل 100% ولا انفتح واسع هكذا. طيب الآن سنأخذ هذه الحروف ال5 لن عمر حرفا حرفا، وننظر لماذا اعتبرها علماؤنا بين الرخوة والشديدة. لما نقول أيها الإخوة قولوا نجد بأن هذه المنطقة طرف اللسان أدناها لمنتهاها كما قال الإمام الجزري تلاصق غار الحنك الأعلى. الصوت من فين يخرج؟ من هنا، من الوترين الصوتي، يخرج 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 يصل إلى هنا، يجد الطريق أمامه إيه؟ مغلق. انظروا الكلام، فينحرف بعض الصوت ذات اليمين وبعض الصوت ذات الشمال ثم يتابع طريقه إلى الخارج. انتبهتم؟ فالطريق أمام اللام لا هو مقفول كله ولا هو مفتوح كله، لذلك اعتبرها علماؤنا ايه؟ بين الرخو والشديد. وضح؟ هذه صورة تقريبية. الصوت يخرج من هنا هكذا إلى هنا. هنا في هذه المنطقة الصوت يجد الطريق أمامه مغلق، بعضه يذهب ذات اليمين وبعضه يذهب ذات الشمال ثم يتابع طريقه إلى الخارج. هذه صورة أمامية يعني مأخوذة هكذا. الصوت كان خلف اللسان، بعضه خرج من هذه المنطقة وبعضه خرج من هذه المنطقة. أما هذه المنطقة فهي إيه؟ مغلقة. واضح؟ هل عرفتم؟ شايفين علماءنا شو كانوا دقيقين؟ هل رأيتم؟ هذا شيء لا كان في عندهم أدوات ولا الحنك الصناعي ولا التصوير الطبقي ولا ما بعرف إيه، لكن هذا توفيق من الله عز وجل. الله يرضى عنهم، الله يجزيهم عننا الخير. أيوة الراء. الراء أيها الإخوة هذا اللسان، الصوت يبدأ من هنا من الوترين، يخرج 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 يصل إلى هنا. قلنا لما تكلمنا على المخارج بالأمس قلنا بأن المنطقة اليمين والمنطقة اليسار ملتصقة، ويبقى في الوسط إيه؟ فجوة يمر منها، أنا سميته جزء الصوت. جزء يعني بمعنى مجرى ضيق يمر منه الصوت. انتبهتوا كيف؟ اللسان الصوت كان خارج من الوترين، يلا 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 يملأ المكان هذا كله، لكن لما يصل إلى الأمام تماما مثل الطرقات. أحيانا في الطرقات
تجد بأن الطريق فيه 4 مسارات، مسار 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 مسار، سيارات هنا سيارات هنا سيارات هنا، ثم في الأمام يكون هناك أشغال يعني للطرقات، فيضطرون أن ماذا يفعلوا؟ يلغون 3 ويبقون واحدا، فتجد السيارات يصير ازدحام، ويبدأ السيارات يعني واحدة من هنا واحدة من هنا، ويمرون من فين؟ من طريق واحد، مع أنهم في الوراء كم كانوا 4 مسارات. كذلك هنا الصوت كان يملأ الفم كله، لكن لما وصل إلى الأمام وجد الفم هكذا، فاضطر الصوت أن يقترب بعضه من بعض ويخرج من فين؟ من هذه الفتحة. هذه الصورة الأمامية تبين الأمر. شايفين؟ انتبهتم؟ هل الطريق أمام الراء مفتوح؟ لا. طب هل هو مغلق؟ لا. لذلك اعتبرها علماؤنا ايه؟ بين الرخو والشديد. نقرأ اللوحة مع بعض. الجريان الجزئي للصوت، لاحظي عم نقول جزئي، عند نطق الراء بسبب ايه؟ اعتراض اغلب طرف اللسان لخروجه. اذا اغلب طرف اللسان يعترض المخرج. هذا منظر امامي، مع بقاء فجوة عند منتهى طرف اللسان يمر منها جزء الصوت. من هنا يمر جزء الصوت. انتبهتم أيها الإخوة؟ نعم. سنعود إلى هذا الكلام عند الكلام على صفة التكرير. أيوة. قلنا إن الحروف التي بين الرخوة والشديدة 5، جمعها علماؤنا بقولهم لن عمر. تكلمنا على اللام وتكلمنا على الراء الآن نتكلم على النون والميم. طيب انظروا، أن قلنا لما تكلمنا على مخارج الحروف إن النون جزءان، جزء فموي وجزء خيشومي، مجموعهما يشكل حرف النون. طيب لما نقول جربوا الآن سدوا الأنف وقولوا أن ما الذي جرى؟ أنا سأذكر لكم ما الذي جرى. الجزء الفموي من النون شديد. ما معنى شديد؟ يعني مغلق. والجزء الخيشومي رخو. ما معنى رخو؟ يعني قابل للجريان. نغن من اليوم إلى غد، أليس كذلك؟ فالنون فيها جزءان، جزء شديد وهو اللساني، وجزء رخو وهو الخيشومي، الغنة يعني. فلا استطاع علماؤنا أن يعتبروها حرفا شديدا، ولا استطاعوا أن يعتبروها حرفا، لأن فيها كلا الجزئين، فاعتبروها إيه؟ بين الرخو والشديد. جزء شديد وهو اللساني، جزء رخو وهو الخيشومي. وما قيل عن النون يقال عن الميم. فالميم نصفان، نصف شفوي شديد، إذا أطبقنا الشفتين حمالة الحطب، بعد أن تنطبق الشفتين هل يمر شيء من هنا؟ مستحيل. كامل الصوت يذهب عن طريق مين؟ الخيشوم. فالجزء الشفوي من الميم شديد، والجزء الخيشومي من الميم رخو. من هنا علماؤنا جزاهم الله عنه، هذا كلام عمره أكثر من 1300 سنة. رضي الله عن الخليل ابن أحمد، رضي الله عن سيبويه وغيرهما، لكن هؤلاء هم الأساطين، هم الأئمة الكبار رضي الله عنهم. انظروا إلى اللوحة، لاحظوا بأن الصوت ينشأ من الوترين، يصعد، لما يصل إلى هنا نصفه يذهب هكذا ونصفه يذهب هكذا، فالذي ذهب عن طريق الفم يصل إلى خلف اللسان ويقف
بينما الذي خرج النصف الثاني الذي مر عن طريق الخيشوم يستطيع أن يخرج إلى الخارج. كذلك الأمر بالنسبة إلى الميم، ينشأ الصوت هنا. أين ينشأ الصوت؟ في الوترين، يصعد هكذا، فإذا وصل إلى هنا نصفه يمشي عن طريق الفم ونصفه عن طريق الأنف، فالذي عن طريق الفم يصل إلى خلف الشفتين ويقف، والذي عن طريق الخيشوم يستطيع الخروج إلى الخارج. لذلك علماؤنا جزاهم الله تعالى عنا كل خير ذكروا هذين الحرفين على أنهما بين الرخو والشديد. واضح؟ في غموض؟ أيوة. العين، تأملوا لما أقول اسمعوا، فقط اسمعوا. طب جربوا مرة ثانية، مرة ثالثة. هل لاحظتم ماذا يجري؟ لسان المزمار هذا يرجع إلى الوراء ويتضيق هذا المكان، يصير ضيقا هنا. شايفين هذا المكان؟ هذه صورة تكبيرية، يعني هذه صورة مكبرة لما يجري هنا. فهذا لسان المزمار لما يرجع إلى الجدار الخلفي هنا يتضيق المكان، فلا هو مغلق تمام الانغلاق حتى يكون شديدا، ولا هو مفتوح حتى يكون رخوا. جربوا. إياك نعبد. صوت العين لا ينقطع، لكنه يمر في مجرى ضيق. بعض إخواننا بيقولوا إياك نعبد يقطعونها. تعملون، ما في تعملون، ما في. انتبهتوا؟ تعمى نعبد. لا أعبد ما تعبدون. صوت العين مستمر لكنه يمر من مجرى ضيق. وضح يا شباب؟ هذه هي الخمسة التي علماؤنا ذكروا بأنها لا هي شديدة ولا هي رخوة، وإنما اعتبروها بين الرخوة والشديدة. طيب، لما ينطق المتكلم، لما المتكلم ينطق ويقول الطريق مفتوح، فالشين تأخذ زمنا لا بأس به، لكن لما بنقول يأتون قصير ولا طويل؟ إذا قارناه بأش وأس وأح، إذا قارنا قارناها نجده أقصر. الشديد أقصر. ليه أقصر؟ ما في جريان، واحد يجري وواحد لا يجري. الذي يجري بحاجة إلى زمن. لما نقول جرى فلان من هنا إلى هنا، طب هذا الجريان ألم يستهلك زمنا؟ بينما الشديد قصير. طيب، وبين الرخو والشديد أقصر من الرخو وأطول من الشديد. هذه هي الثمرة العملية من بحث الشدة والرخاوة والبينية عند نطق الأحرف الساكنة. انتبهتوا؟ فقول القائل بسم الله، بس انتبهتوا؟ مين أطول، بس ولا بس، لأنه السين رخوة واللام بين الرخوة والشديدة. انتبهتم؟ هذا المط للراء ما هو؟
جزئي. جزئي. الرحيم. هل رأيتم الجريان الجزئي للصوت؟ الرحيم. نستعين. شيء بسيط، لأن الحرف ما هو شديد ولا هو رخم. قال القسطلاني رحمه الله عن الميم والنون: فأجر الغنة التي فيهما تعينك على تجويد اللفظ بهما. فأجر الغنة التي فيهما، أي في الميم والنون، تعينك على تجويد اللفظ بهما. بعض إخواننا، بل بعض القراء، وما بدنا نسميه الله يرحمهم، صاروا في دار الحق، مثلا بيقول لك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كأنه ينطق باء. لماذا؟ لأنه لم يجري صوت الغنة. المفروض أن يقول الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تكاد تكون باء يا أخي، أجري الغنة فيها. ليس معنى أجري الرحيم، لا هذا ولا ذاك. انتبهت كيف؟ للحرف ميزان، فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان، كما قال الإمام السخاوي رحمه الله. انتبهتم؟ نرى على اللوحة قياس أزمنة الحروف الصحيحة. ما معنى الحروف الصحيحة؟ يعني ليست حروف المد. الحرف الصحيح في علم التجويد شو يقابله؟ حروف المد. في النحو والصرف شو بيقابله؟ حرف العلة. انتبهتوا؟ بيقول لك حرف صحيح، حرف علة. العلة يعني الألف والواو والياء مطلقا. ما معنى مطلقا؟ ساكنة أو متحركة. لكن في التجويد إذا قلنا الحرف الصحيح يقابله مين؟ حرف المد. يعني الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. واضح؟ انتبهوا، الكلام دقيق شوي. الحروف المتحركة زمنها واحد. زمن الفتحة يساوي زمن الضمة يساوي زمن الكسرة. ما في حركة أطول من حركة. وأتينا بمثال كلمة كتب. كتب، مين أطول، الضمة ولا الكسرة؟ ولا أحد، كلها بنفس الطول. كتب، كتب، الطول واحد في الفتحة والضمة والكسرة. فلذلك كتبنا هنا أزمنة الحروف المتحركة متساوية. كتب نفس الطول. لكن هنا أزمنة الحروف الساكنة، الساكنة هذه متحركة هذه ساكنة، يتناسب طولها مع مين؟ مع جريان الصوت. فإذا كان الحرف يجري معه الصوت يكون زمنه أطول من البيني، والبيني أطول من الشديد. ووضعنا مثال كلمة يستبشرون. انظروا إلى السين. تب الباء شديدة. غرون النون الأخيرة بين الرخو والشديد. مين أقصر شيء؟ الباء. مين أطول بقليل؟ النون. مين أطول الكل؟ السين. واضح؟ أقول ثم تقولون بعدي: يستبشرون. يستبشرون. واضح؟ نرى على اللوحة أزمنة الحروف المتحركة. تكون أزمنة الحروف المتحركة متساوية ضمن المرتبة الواحدة. ما معنى المرتبة الواحدة؟ قلنا منذ يومين إن القرآن العظيم نقل إلينا ب3 سرعات، أو قبل 4 أيام. القرآن العظيم نقل إلينا ب3 سرعات: بطء وسرعة
توسط. البطء اسمه التحقيق، السرعة اسمها الحدر، التوسط إيش اسمه؟ التدوير. فضمن المرتبة الواحدة يعني تحقيق المتحركات متساوية، تدوير المتحركات متساوية، حدر المتحركات متساوية من حيث الزمن. انتبهت كيف؟ نعم، تكون أزمنة الحروف المتحركة متساوية ضمن المرتبة الواحدة من مراتب القراءة، أي أن زمن الحرف المفتوح يساوي زمن الحرف المضموم يساوي زمن الحرف المكسور. هذه أمثلة: كتب، يعظكم، سئلت، سئلت، ضمة كسرة فتحة، مين أطول؟ نفس الطول. يعظكم، يعظكم، مين أطول؟ نفس الطول. واضح؟ بدنا نتكلم شوي بصراحة، لأنه العلم ما فيه مجاملة، العلم ما فيه مجاملة. بعض البلاد إذا جاء مثل هذه الكلمة يعظكم، نسميه نحن باللغة توالي المتحركات، توالي المتحركات، يعظكم، 4 حروف وراء بعض كلها متحركة. بعض البلاد يخطفون، مثل بلادنا عندنا في الشام، عرفتوا كيف؟ يعني المتكلم هكذا، يعني بلاك الذي خلقكم والذين من قبلكم، بتلاقي ايش؟ خلقكم، شو بيعمل؟ يخطفها، عادة. هل تصح؟ ما تصح. ما الذي يجب عليه؟ أن يسوي بين أزمنة المتحركات. خلقكم، خلقكم، والله يعدكم، يعظكم لعلكم. فالمتحركات يجب أن يكون زمنها في المرتبة الواحدة متساوي. هذا جانب اللي هو الخطف. الخطف يعني هذا عند القراء اسمه اختلاس، عند القراء شو اسمه؟ اختلاس. في بعض القراء يفعله لكن ليس في هذه الكلمات، يعني مثل ما لك لا تأمننا على يوسف، هذا اختلاس. تأمننا اختلاس، ليس هذا مكان شرحه، سيأتي معنا في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. هذا جانب. إذا ما هو الجانب الأول؟ بعض المناطق في العالم الإسلامي إذا توالت المتحركات يخطفون. يصح هذا العمل؟ ما يصح. ما المطلوب؟ التسوية بين أزمنة الحروف. انتهينا؟ طيب، مناطق أخرى يلزمون الناس بنغمتهم هم في بلدهم، لا شيء لا علاقة له بالتجويد. يعني إذا قلت أمام أستاذ من تلك البلاد والله يعدكم، لك يعدكم، نا يعني هي النغمة شايفينها بالعربي نغمة قاهرية، يعني عرفتوا كيف؟ أو مصرية. أنتم معتادون أن تفعلوا هذا، افعلوا يا أخي، لكن لا تلزموا الناس. هذه ليست من أحكام التلاوة. فإذا قرئ أمامك حروف متساوية ليس لك أن تنتقد وتطلب من المتلقي أن يقلد نغمة بلدكم، هذه ليست من أحكام التلاوة. انتبهتوا كيف؟ إذا خطف، إذا قال مثلا إيش؟ والله يعيدكم مغفرة، خطف هكذا، بتقول له يعيدكم، يعني بتقول له سوي بين أزمنة الحروف. لكن إذا قال هو بداءة قال يعيدكم، تقول له يعيدكم خلقكم، هذه نغمة. عرفتوا ما معنى نغمة؟ موسيقى، يعني طريقة التصويت في الكلمة. كل شعب له طريقة، ما أحد يلزم أحد، وليست من أحكام التلاوة. فلا نجاري من يخطف ولا نجاري من يلزم الناس بنغمة معينة. انتبهتوا؟ ومع الأسف الشديد يعني في كثير، لا أقول بعض، مع الأسف أقولها وأنا متأسف، كثير ممن يعلم
من المبتدئين من الأساتذة حتى يظهر أمرهم يبدأون بغرائب المسائل. يبدأون بإيه؟ بغرائب لا يبدأون بالتدريج هكذا ويترك المسألة لما يأتي دورها يتكلم عنها، لا، أول ما بيبدأ مع الطلاب بغرائب المسائل ليظهر ويظهر أنه هو رهيب، يعني ما شاء الله. بتلاقي أول ما بيجي الطالب يقول له يعدكم قل شو خلقكم نانا نانا، هاي النغمة احفظوها، نانا نانا، هذه ما لنا ملزمين فيها، واللي بيدعيها مدع لما لا دليل عليه، فليأتنا ربنا قال هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا الدليل، من فين جبت هذا الكلام؟ هي كتب الأئمة موجودة، أعطيني كتابا واحدا ذكر ما تفعله. طب لماذا لا ألزمك أنا بنغمة بلدي؟ انتبهتوا؟ فهذه ما يفعلها إلا صغار الأساتذة، أما الأئمة لا يفعلون ذلك ولا يلزمون الناس. انتبهتوا كيف؟ احفظوا مني هالقاعدة يا أولادي، تستفيدوا منها في حياتكم. كل علم يروج يكثر فيه المدعون. اكتبوها إذا بتحبوا. كل علم يروج يكثر فيه المدعون. ما معنى يروج؟ يعني ينتشر ويصير له قبول جماهيري والناس تقبل عليه، فإذا صار كذلك الأمر يكثر المدعون. انتبهتوا كيف؟ كل علم يروج يكثر فيه المدعون. فعلم التجويد من 40 سنة إلى الآن، من 40 سنة أو أكثر قليلا إلى الآن راج ولله الحمد في العالم كله. نهضة قرآنية في العالم لا يستطيع أحد أن يدعيها، لا حكومات ولا جمعيات ولا مشايخ ولا شيء، شيء من عند الله عز وجل. الأمة الإسلامية ولله الحمد بعد أن كانوا في يعني ماذا أقول جهل؟ نعم جهل، نعم جهل. كان القراء معدودين، القراء كانوا معدودين، والمتقنين كانوا معدودين. لكن من 45 سنة تقريبا سبحان الله بدأت الشعوب كلها تقبل على القرآن ذكورا وإناثا. ليه؟ أنا ما بعرف، لكن بعرف أنهم أقبلوا على كتاب الله. قد تقول لي المسابقات الدولية لها دور، أقول نعم لها دور، لكن ليس كل الدور، شيء من عند الله. يعني ما نسبة الذين يشاركون في المسابقات بالنسبة للمقبلين على تعلم القرآن؟ ولا 1%. انتبهتوا كيف؟ لماذا أقبل كل الشعوب على تعلم القرآن فجأة؟ والله هذا شيء من عند الله، كما ذكرت لا يستطيع أحد أن يدعيه أبدا. ويكفينا شرفا أن نكون من جنود هذه الدعوة أو العودة إلى القرآن والعودة إلى كتاب. يكفينا شرفا أن نكون واحدا من هؤلاء الذين يعني ساهموا في نشر الثقافة القرآنية المتقنة في الأمة، يكفينا شرفا ذلك. أما أن يدعي لا تستطيع دولة ولا حكومة ولا جمعية خيرية ولا شيخ ولا فقيه ولا أحد أن يدعي أنه كان وراء هذه النهضة القرآنية الربانية. لا إله إلا الله، نسأل الله التوفيق. طيب انظروا إلى اللوحة. قبل أن ننظر إلى اللوحة اسمعوا هذا الكلام. الحركة في اللغة العربية عندنا الحركات الثلاث، أليس كذلك؟ الفتحة والضمة والكسرة. وقلت منذ أيام إن الفتحة هي ألف قصيرة، وأن الضمة هي واو قصيرة، وأن الكسرة هي ياء قصيرة. طيب كم زمنها؟ يتناسب مع سرعة القراءة. عرفتوا كيف؟
يعني أنا لما بقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لما أتكلم بهذا البطء، غير لما بقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذه أسرع. وغير لما بقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذه أسرع وأسرع. انتبهتوا كيف؟ فضمن السرعة الواحدة الحركات متساوية. انتبهوا، إذا طولنا الحركة عن حدها هذا بيسميه العلماء التمطيط. شو بيسموه؟ التمطيط، من مط الشيء، مطه يعني طوله، مط الشيء طوله. أو بيسموه الإدخال. ما معنى الإدخال؟ إدخال الحركة تتحول إلى حرف، الفتحة طولها تتحول لمين؟ ألف. الضمة طولها تتحول لمين؟ إلى واو. وهكذا الكسرة تتحول. انظروا إلى اللوحة. أخطاء زمنية تقع عند أداء الحروف المتحركة. لاحظوا الكلام على المتحركة. 1، هذا الخطأ الأول، تطويل زمن حرف متحرك عن أزمنة ما جاوره من الحروف المتحركة خطأ في القراءة، سماه العلماء التمطيط أو الإدخال. وذلك نحو فمن يعمل، تنطق خطأ فمن يعمل، ماي. هل لاحظتم؟ طال زمن الفتحة فتولد شبه ألف أو ألف. كذلك الضمة هنا، ولقد كنتم، إذا طولناها شو بتصير؟ كنتم، ولقد كنتم تمنون، ما بيصح هذا العمل. إن الذين، هالكسرة هذه في إن إذا طولناها شو بتصير؟ إن الذين. انتبهتوا؟ قال الإمام الطيبي رحمه الله، أحمد الطيبي، في منظومة المفيد في التجويد: وعند نطق الحركات فاحذرا نقصا أو إشباعا، أون أصل أون تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي. هذا كلام له شرح، ليس هذا مكانه. وضح الأمر؟ هذه الخطأ الثاني، أخطاء زمنية تقع عند أداء الحروف المتحركة تقصير بعكس الأول شو اسمه؟ تمطيط أو إدخال. عكسه شو اسمه؟ اختلاس. تقصير زمن حرف متحرك عن أزمنة ما جواره من الحروف المتحركة خطأ في القراءة، سماه العلماء الاختلاس. وذلك نحو يأمركم، مروكو. فممكن الواحد يقول يأمركم، شو بيصير بالراء؟ تخطف، يعني بمعنى تختلس. انتبهتوا؟ هذا موجود عند بعض القراء، أبو عمرو البصري بيفعلوا، لكن غيره ما بيفعلوا. مثلا الذي خلقكم والذين من قبلكم، خلقكم نفس الطول. أما إذا قال الذي خلقكم والذين، انتبهتوا؟ والله يعيدكم، الطول واحد واللفظ في نظيره كمثله. إذا قال يعيدكم شو صار فيه الحرف؟ اختلس. طيب، هذا قياس أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة، قياس أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة. هذا إن شاء الله سنتكلم عنه غدا. هذا بحث طويل، لا أريد أن أبدأه الآن وأكمله غدا. نريد أن نبدأه وأنتم صحيانين، يعني أول ما تجلسون بيكون يعني الخلايا الدماغية جاهزة لاستقبال المعلومات. فغدا إن شاء الله تعالى كعادتنا في 5:30 نبدأ من هنا، قياس أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.